تعال نشوف ليه دايما إبراهيم دياز نزوله مؤثر مع ريال مدريد، ونشوف هو عمل إيه في مباراة السيتي. دي أول لقطة بعد نزوله، تمركز إبراهيم دياز واخد معاه جفارديول ومفضي طرف الملعب تماما لفالفيردي. بعد التمرير دايما بيحاول إبراهيم التحرك في أماكن يشكل فيها خطورة وإزعاج للخصوم، وحتى مع رجوع مرموش معاه للدفاع دياز قادر يحافظ على الاستحواذ لريال مدريد. وده مثلا عكس اللي كان بيعمله رودريجو قبل خروجه، كان دايما بيحاول يعدي وياخد المخاطرة في موقف 1 على 1 ويخسر الكورة وترتد على ريال مدريد. نروح للقطة الهدف من البداية. مع استلام دياز للكورة بيحط تمريرة في ظهر جافارديول لفينيسيوس، ولكن برضه مش بيكتفي بالتمرير وبيتحرك على الجون. وعلى الرغم من محاولة كوفازيتش منع دياز من التحرك، إلا إنه نتيجة تحركه وإصراره ورا كل كورة فعلا الكورة بتكافئ مجهوده وترجع له علشان يسجل هدف التعادل. بس هل مميزات دياز هجومية بس؟ أحب أقولك إنه دفاعيا شرس جدا وأفضل في الضغط ومتابعة الخصم من رودريجو. شوف اللقطة دي كمثال قدام مرموش على حدود 18 ريال مدريد، بيضغط بشراسة ويجبره يرجع لقلب دفاع السيتي بعد ضغط شرس جدا. وطبعا شفنا ازاي ان جفارديول كان بيسبب خطورة وصنع الهدف الأول نتيجة دفاع رودريجو السيء من أول الهجمة. وأخيرا هدف بلينجهام. ممكن تقول طب هو ايه علاقة دياز؟ ركز معاه من أول ما شعر إن فيني هيقطع الكورة بسرعة بدأ يجري، وحتى وبلينجهام رايح للكورة علشان يجيب الجون هو لسه بيجري في اتجاه مرمى السيتي، علشان لو بلينجهام احتاج يمرر الكورة للخلف أو الكورة ارتدت لقلب 18 السيتي لأي سبب، يبقى هو واقف وموجود في المكان والزمان المناسبين.